مساء الخير، يا رب تكونوا كلكم كويسين. موضوعنا النهاردة عن الجواز في المدن الجديدة. بس حابة اشكركم على التفاعل وكمية الكومنتات ومشاركة الرأي. مبسوطة قوي ان انتم مبسوطين بالمواضيع. خلينا نتكلم النهاردة عن الجواز في المدن الجديدة. بصراحة انا مكنتش موافقة خالص ان اتجوز في مدن جديدة. انا كنت ساكنة في وسط البلد بالظبط، في المحافظة بتاعتي يعني. فكنت متعلقة جدا بمكاني، وانا شخص روتيني خالص، وبأماكن خروجاتي واصحابي جنبي وعيلتي جنبي، كل حاجة، والجامعة، كل حاجة. ففكرة اني اسيب كل العمار ده واروح بقى مدينة جديدة، مدن جديدة، ولسه بقى ما يبقاش فيها اي حاجة، ولما عاوز حاجة احتاج انزل بمواصلات لمدة ساعات طويلة. عقلي كان رافض جدا ده، إلا أن اتقدم لي حد من مدن جديدة. طبعا في الأول ما كنتش موافقة خالص. أنا مستحيل أسكن في مكان جديد. أهلي طيب نشوف الشخص الأول. قعدت مع الشخص، أنا كنت مقتنعة بيه، بس مكان جديد لأ، مش هقدر. هحس إني معزولة، وإني مش قادرة أعيش، وإني كل ما عاوز حاجة محتاجة إني يكون شخص معايا، ما أقدرش أنزل لوحدي. اهلي طب نشوف المكان الاول. شفنا المكان، هو كويس جدا واوسع طبعا. الشوارع اوسع، المكان اوسع، مساحات خضرة كتير. دي احسن حاجة في المدن الجديدة بصراحة. طيب نحاول نجيب حاجة وسط البلد، حاجة طيب قريبة من مكان اهلي فضلوا يقولوا لي لا، دي المدن الجديدة هي المستقبل. فعلا هناك فعلا بصراحة المدارس الانترناشونال، الجامعات الخاصة اللي بدأت تفتح جديد. فواحدة واحدة الدنيا بتعمر بشكل، يعني أنا ما تخيلتش إن الدنيا هتعمر بسرعة كده. أنا دلوقتي بقيت أقول يا جماعة بالراحة، ما تجوش، سيبونا نستمتع بالهدوء شوية. انتوا أصلا مقتنعين بالمدن الجديدة، وإن انتوا تسيبوا حياتكم وتسيبوا العمار اللي انتوا فيه وتروحوا تبدأوا في مكان جديد ولا لأ؟ انا بعد ما اتجوزت وعشت هنا، لما بقيت اروح مكاني القديم، بحس قد ايه الدنيا فعلا فيه تكدس، قد ايه احنا كتير قوي، قد ايه ان عينيا ما كانتش شايفة ان فيه زحمة وانا في المكان. دلوقتي عشان عايشة في هدوء اكتر ومساحات خضرة كتير وواسعة اكتر، لا فعلا المدن الجديدة تستحق ان احنا نديها فرصة. هي ساعات هتجبرنا ان احنا نروح هناك، لان خلاص يعني معظم المصالح الحكومية بدأت تنقل، معظم المدارس والجامعات بقت هنا، والنوادي، في نوادي كتير بتبقى فاتحة هنا. انتوا متشجعين اصلا على القرار ولا لا؟ انا من مكاني ده اشجعكم جدا. بس هي لسه محتاجة طبعا شوية حاجات. يعني انا بالنسبة لي محتاجة يبقى فيه وسائل مواصلات اكتر، يبقى فيه اماكن خدمات اكتر، كمان يبقى فيه سيطرة على الكلاب كتير قوي كتير جدا. يعني انا مستحيل انزل من غير جوزي لوحدي كده وامشي. انا كل يوم ببقى متضايقة جدا ان الجو جميل ونفسي انزل اتمشى. انا شخص صباحي جدا، بصحى الساعة 6 الصبح، فنفسي انزل اتمشى، ما اقدرش طبعا، الكلاب صعبة جدا. يعني اقول ان الشوارع نظيفة والمساحات كبيرة واماكن خضرة كتير، ومش قادرين نتمشى بسبب الكلاب. محتاجين يبقى فيه كنترول اكتر عليها. كمان يبقى فيه اماكن ترفيه، مطاعم اكتر وكوفي شوب اكتر. حاسه ان الحاجات دي هتنشط المكان اكتر وتخليه امان. انتوا ايه بالنسبه لكم ان اللي لازم يبقى موجود في المدن الجديده عشان تعيشوا فيها؟ كمان اماكن دور العباده، يبقى في مكان عباده يخدم كل منطقه، مش محتاج ان انا اخد وسيله مواصلات جامده عشان اروح. احكولي اكتر، عايزه اتعرف عليكم. رفضتي قبل كده تتجوزي في مدن جديده، ولا رفضتي شخص، ولا عملتي ايه؟ احكولي اكتر. قولولي ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. و thank you for watching، وميرسي خالص على الدعم والسبورت اللي بتدعموني بيه.